في ملخصنا النهاردة هيحصل موقف هيخلي حراء تطمن لأورهان أكتر، وهتواجهها ذكريات سيئة من الماضي. فإزاي أورهان هيتعامل معاها؟ وإمتى نور شاه هتعرف إنها غلطت لما سلمت نفس الراشد؟ وإيه هيكون رد فعلها؟ كل ده وأكتر هنلاقيه في ملخصنا النهاردة، فتابعونا للنهاية. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بحراء وهي طايرة من الفرحة بعد ما قدرت تفتكر حاجات بسيطة من اليوم اللي هي وأورهان خرجوا فيه بالقافلة، وبتبقى عايزة تفتكر كل حاجة بسرعة. فبيهديها أورهان وبيقول لها إن مع الوقت هتبدأ تفتكر، وبيطلب منها ما تستعجلش أو تستنى، أو بيوعدها إن هو هيفضل جنبها لحد ما تفتكر كل اللي هي مرت بيه. وبتبقى نورشاه واقفة قصاد كنان هي وراشد والشرطة كمان، بتقوله إنها جابت قرار من المحكمة يخلي نفس تروح تعيش مع جدها لحد ميعاد المحاكمة. بيبدأ كنان يتعصب جدا، وبتبقى نفس مرعوبة أو مش عايزة تروح مع راشد وتسيب كنان. لما بيحاول راشد ياخدها بتستخبى منه وبتعيط، فبياخدها كنان وبيدخلوا الأوضة علشان يتكلم معاها. وبتبقى نورشاه مستغربة جدا من رد فعل نفس، فبيقول لها راشد إنها أكيد بتعمل كده لأنه طلب منها مش أكتر، وبيتعمد يخلي كنان في عين نورشاه شيطان. بنرجع لكنان اللي بيقعد يتكلم مع بنته نفس بحزن، وبيقول لها إن القضاء والقانون بيجبرهم أحيانا يعملوا حاجات هم مش عايزينها، لكن دي مش هتبقى النهاية. وبيوعدها إن هو هيفضل ورا القضية لحد ما يخليها ترجع تعيش معاه من تاني. لكن نفس بتفضل تعيط وبتبقى مش عايزة تسيبه. بيتأثر كنان جدا، بس بيحاول يتماسك علشانها، وبيقوم يجيب لها دفتر وبيطلب منها تكتب اللي هي بتفكر فيه وهو هيبقى يجيبه لها. وبيكتب لها أول ملاحظة في الدفتر وهي إنهم هيرجعوا يتجمعوا من جديد. أما أورهان بياخد حراء للغابة اللي صنعوا فيها الخيمة وقضوا فيها الليل سوا، وبيحكي لها على كل حاجة هم عملوها في اليوم ده. وبتبقى حراء ممتنة جدا ليه، وبتقوله إن هو يعرفها أكتر ما هي تعرف نفسها، فاكر حاجات كتير جدا عنها، وده اللي مخليها واثقة فيه. وبتشوف ورد بيعجبها جدا وبتروح علشان تمسكه، فبتتجرح إيديها بسبب الشوك اللي فيه. بيفتكر أورهان لما أخد منها ورد أخته نيهان وأذى إيديها، فبيعتذر لها. وبتبقى حراء مش فاهمة هو بيعتذر عن إيه، فبيقول لها إن هو مش هيسمح لحاجة تاني تأذيها مهما حصل. بيفضل راشد ونورشاه مستنيين كنان ونفس يخرجوا، وبيطلع فاتح، ولما بيعرف إن هم عايزين ياخدوا نفس من كنان بيتخانق مع راشد وبيبقى متضايق جدا. فبيخرج كنان وهو شايل نفس يهديها، وبينزل بيها علشان يوصلها لحد تحت، وبينزلوا كلهم وراه. بتفضل نورشاه بصاله وهو بيودع نفس وحاسه ان هو بيحبها فعلا، لكن راشد بيقرب منها وبيقول لها ان كنان اكيد قال حاجه لنفس غسل بيها دماغها، وان ده كله مجرد تمثيل. لكن نفس بتبقى حزينه جدا وهي بتودعه، ولما راشد بياخدها بتسيبه وبترجع تحضن كنان للمره الاخيره علشان يطمنها. بيفضل واقف باصص على بنته وهي ماشيه مع راشد ومش قادر يعمل اي حاجه يساعدها بيها. اما أورهان بيعالج جرح حراء، فبتقف تسأله للمرة التانية لو كان عايشوا حياة سعيدة، لأنها حست بكده جدا من كلامه. وبيبقى أورهان مش عايز يسبب لها صدمة من اللي هي مرت بيه، وبيقول لها إن حياتها كانت صعبة جدا في الأول بس بعد كده اتحسنت جدا وكانت سعيدة لأنهم مروا بكل الصعوبات سوا، والصعوبات دايما بتقوي الرابط اللي بينهم. بنرجع لنورشاه اللي بتوصل نفس مع راشد لبيته، وبتنزل تطمن نفس إنها تعيش حياة سعيدة مع جدها، لكن نفس بتبعد إيديها عنها وبتقول لها إنها ساحرة شريرة فعلا. فبيقول راشد لنورشاه إن كنان معرفش يربي حفيدته، بيعتذر لها وبيدخل للبيت ورا نفس. بيبقى كنان قاعد قدام المكتب بحزن بعد ما فرق بنته، بيحاول فتح يهون عليه ويخليه يقوم يشوف حل يساعد بيه نفس علشان ما يسيبهاش لراشد. فبيقوم كنان علشان يروح للمحكمة وبيطلب من فتح يهتم بالمكتب لحد ما هو يرجع. بتبدأ حراء تحكي لأورهان عن الأيام اللي كانت عايشة فيها بعيد، وإن أيسن كانت دايما بتمنعها تخرج تشوف الشارع أو تبص حتى من الشباك، وكانت دايما بتوهمها إن عندها أعداء هيقتلوها في أي وقت ممكن تخرج فيه. فكانت يا إما بتهتم برفعت أو بترسم، بتقوله إن أيسن لو كانت قالت لها الحقيقة وطلبت منها المساعدة كانت هتوافق على طول من غير تفكير، لكنها اختارت تخدعها وتكذب عليها. بتقوله إن قبل ما هو يلاقيها كان دايما في جزء جواه حاسس بالخوف، بس دلوقتي هي مش كده. وإن اليوم اللي خرجت فيه من المستشفى حست بحاجة بتنادي عليها عند البحر، وقررت تنزل تقف عنده مع إنها ما راحتش هناك قبل كده. فبيقول لها أورهان إن هو دايما كان بينادي عليها بيبعت لها رسايل بقلبه. بيروح راشد يحضر القهوة لزوجته، وبتبقى نفس قاعدة متضايقة جدا ومش بتتكلم معاها، فبيفضل راشد يزعق لها.
أما نورشاه بتبقى واقفة في مكتبها أو بتلاقي لقاء رايحة تتخانق معاها بسبب اللي عملته، أو بتبقى فريحة معاها أو بتحاول تهديها. وطبعا لأن نورشاه مش فاهمة الكارثة اللي هي عملتها، ما بتقتنعش إنها غلط، أو بتوهم نفسها إن هما بيعملوا كده علشان يأثروا عليها مش أكتر. لكن بيبقى عندها إحساس بالحزن رهيب أو مش قادرة تسيطر عليه. بيتصل رائد على أورهان علشان يقوله إن هما لقوا صور كاميرات المراقبة الخاصة بيوم فقدان حراء، وفعلا أيسن خبطتها بالعربية، أو بعد كده خدتها معاها ومشيت على طول. فبيطلب منه أورهان يروح يقدم الصور للمحامي علشان أيسن تتعاقب على اللي هي عملته. وبعد ما بيخلص بيلاقي حراء قامت من مكانها، فبيخاف عليها جدا وبيروح يشوف هي راحت فين، وبيلاقيها نايمة جنب شجرة. فبيقعد يتأملها وهو مبسوط بوجودها جدا، وبيفضل يطبطب عليها لحد ما بتصحى، وبتقوم وبترن عليه إيدا بحجة إن علي عايز يكلمهم. لكن الحقيقة إنها بتبقى عايزة تعرف هما فين وحراء افتكرت حاجة ولا لأ. وبتطمن لما بتعرف إنها لسه ما افتكرتش، وبتفتكر الدواء اللي حطته لها مفعوله بدأ. بيستعد أورهان وحراء علشان يمشوا، وفجأة بيلاقوا اتنين بيجروا عليهم وبيطلبوا منهم يساعدوهم علشان يستخبوا لأن في ناس بتطاردهم. بيبقى أورهان في الأول رافض، بس بعد كده بيخبيهم، وبيبقى أبو البنت وأخوها بيدوروا عليها. فبيقول لهم أورهان إن هم مش معاه، وبيخليهم يروحوا يدوروا عليهم في مكان تاني. بعد ما بيتأكد إن هم مشيوا بيروح يفتح لهم علشان يفهم منهم اللي حصل. أما نورشاه بتكون قاعدة في المكتب، وكل شوية يروح لها حد من الجيران يزعق لها بسبب اللي هي عملته، وبتبقى هي مش فاهمة هي عملت إيه. وبتيجي عصمة البنت اللي عايزة تتدرب معاها، فبتخليها تقعد وبتقول لها إن هي مش معاها فلوس تكفي تديلها مرتب، وإنها لسه في الأول ومش بتشتغل كتير. وبتبقى عصمة عايزة تتدرب بس، أو بتطمنها إنها مش هتاخد منها أي حاجة. فبتوافق نورشاه تعينها وهي مبسوطة لأن هيكون معاها مساعدة. بنرجع لأورهان وحراء اللي بيقعدوا يتكلموا مع البنت والولد اللي خبوهم في العربية، وبيحكوا لهم إن هما بيحبوا بعض من وقت طويل جدا وكانوا خلاص هيتجوزوا. بس جه عريس أغنى منه للبنت، وأبوها طمع في الفلوس وكان عايز يجوزها له غصب، علشان كده قرروا يهربوا ويقفوا قدامهم. بيقول لهم أورهان إن الهروب عمره ما كان حل يخليهم في أمان ويبقوا مبسوطين بيه، لكنهم بيبقوا خايفين إن والدهم يرفض كلام أورهان وياخدها غصب عنها. فبتطمنهم حراء وبتقول لهم إن هو دايما بيوفي بوعده، وبتفضل تفتكر ذكرياتها معاه من أول ما قابلته عند الشط، وقد إيه كان الملجأ الوحيد ليها. وبسبب كلامها بيطمنوا وبيوافقوا إن أورهان يكلم والدها ويقنعه. بدخل حراء والبنت يستنوا جوه العربية، وبيفضل أورهان والشاب مستنيين أهل البنت ييجوا. وبعد شوية بيوصلوا، وبيبقوا فعلا عايزين يدخلوا ياخدوا البنت ويمشوا، أو مش قابلين أي نقاش من أي شخص. فبيوقفهم أورهان وبيقول لهم إن هم كده بيدفنوا بنتهم بالحياة، وإن جوازها من شخص غني عمره ما هيخليها سعيدة. وبيبان إن الأخ هو اللي مسيطر على والدها ومخليه مقتنع إن ده الأنسب لبنته. ولما أورهان بيلاقي الكلام مش جايب معاهم نتيجة بيسألهم هم عايزين كام، وبيقولوا الأب بسخرية إن هم عايزين 1,000,000 ليرة. فبيطلع أورهان موبايله وبيبعت له 1,000,000 على حسابه فورا علشان يسيبهم في حالهم. وبعد ما بيتأكد إن هم مش هيقفوا قدام البنت تاني بيخليها تخرج هي وحراء، وبياخدوا المباركة من أهلها على الجواز أخيرا وسط نظرات الحب بالامتنان والحب الأورهان. أما كنان بيكون راجع لمكتبه وبيشوف مكتب نورشاه ومش بيقدر يتحكم في أعصابه، وبيدخل يزعق لها وبيقول لها إنها مش هتسامح نفسها على اللي حصل بعد كده، وبتعتبره نورشاه تهديد، وبتقف تتخانق معاه لحد ما بيجي المعلم يعقوب يفصل بينهم، وبيسألها إزاي تسلم نفس الشخص زي راشد. وقتها بس بتحس نورشاه إن في حاجة غلط. بيقف أورهان وحراء مع البنت والشاب يباركوا لهم وبيشكروهم جدا على اللي عملوه. فبيوعدهم أورهان إن هو هيلاقي وظيفة كويسة للشاب يشتغل فيها، وبيسيبوهم يمشوا علشان يبدأوا في تجهيزات الفرح. وبتبقى حراء مبسوطة جدا علشانهم، وبتقولوا إن التجربة اللي هم عاشوها حسستها بالأمان أكتر من ناحيته. بيروحوا يركبوا علشان يرجعوا للقصر، فبينزل أورهان يطلق مية على أزاز العربية، وبتبدأ حراء تتعب وهي بتفتكر شوية ذكريات عن اليوم اللي وقعت فيه في حمام السباحة وكانت بتغرق. بيروح أورهان يطمن عليها ويهديها. بتبقى حراء بتتألم جدا بسبب دماغها، مش فاهمة هي ليه كانت بتغرق. ولما بتحكي الأورهان اللي شافته بيحاول يهديها وهو مش عارف يقول لها إيه. بيوعدها إن هو هيفهمها كل حاجة، وبيطلب منها تنزل تشم هوا علشان تهدى ويقدروا يتكلموا. أما نورشاه بتقف تتكلم مع يعقوب اللي بيقول لها إن راشد طول عمره قاسي على نفس مش بيحبها. بيقول لها كنان إن بنته عايشة في بيت شخص مش حابة تبقى موجودة معاه بسببها هي. فبيحاول يعقوب يهديه، لكن كنان بيخرج قبل ما يفقد أعصابه خالص، وبيسيب يعقوب يتكلم مع نورشاه ويشرح لها الكارثة اللي هي عملتها. فبتقول نورشاه للمعلم يعقوب
إن راشد جه وقعد يعيط لها علشان عايز يشوف حفيدته، وقال لها إن كنان هو اللي حابسها ومش موافق يخليه يشوفها. فبيقول لها يعقوب إن هو مقدر إنها حاولت تساعده، بس دلوقتي جه دورها تساعد كنان وترجع له بنته. بتقعد حراء مع أورهان علشان تفهم منه الذكرى اللي شافتها، وبتبقى عايزة تعرف إيه اللي حصل معاها زمان. فبيقول لها أورهان إن الدكتورة طلبت منهم ما يعرضوهاش لصدمة، أو ما بيقدرش يقول لها غير إنها عاشت حياة صعبة وقاسية جدا كمان، أو إنها مع الوقت هتفتكر اللي هي عاشته. وبيطلب منها كل ما تفتكر حاجة تيجي تسأله عنها، لأنه دايما هيبقى عنده الإجابات على أسئلتها كلها، أو مش عايزها تخاف منه لأنه أكتر شخص بيحبها في العالم كله. بيطلع كنان المكتب وهو حزين، وهو بيفتكر نفس بنته وهي كانت بتجري حواليه، وبيطلع فتح يتكلم معاه وبيبقى هو كمان زعلان جدا عليها. فبيقوله كنان إن نفس بنته وإنه هيرجعها تاني لبيتها مهما كان التمن. وبتبقى حراء بتجهز الغدا مع البنت اللي رجعت تاني، وجابت لهم معاها أكل كشكر ليهم على اللي هم عملوه. بيقعدوا يتكلموا مع بعض، فبتقول لها البنت إنها بتتمنى جوازها يبقى سعيد زي جوازهم. وبتفضل حراء باصة لأورهان وبتتمنى هي كمان تفتكر كل حاجة. بتروح نورشاه وهي متعصبة جدا لراشد اللي أول ما بيشوفها بيرحب بيها، فبتتخانق معاه لأنه خدعها وكذب عليها، وبتبقى عايزة تشوف نفسه وتطمن إنها كويسة. فبيوريها راشد وشه الحقيقي، وبيقول لها إن هو مش عايزة تبقى محاميته لأن حفيدته بقت عنده خلاص. وبيقفل الباب في وشها، وبتبقى نورشاه مش عارفة تعمل إيه. بيدخل يقعد جنب زوجته يحكي لها اللي حصل، فبتبدأ تقلق يسبب لهم المشاكل، لكن راشد بيطمنها وعلشان يسكتها بيوعدها إن هو هيجيب لها دهب كتير جدا تلبسه في إيديها، وهيجيب لها كل اللي هي عايزاه من فلوس ميراث نفس. بيقف أورهان وحراء يودعوا البنت والشاب لأنهم ماشيين، وبيقعدوهم يحضروا فرحهم أول ما يحددوه. بعد كده بتقف حراء تتكلم هي وأورهان، وبتقوله إنها كانت بتتمنى تبقى فاكرة تواريخ كل حاجة في علاقتهم زي ما هم فاكرين. وبترجع للعربية وهي حزينة، فبيوقفها أورهان وبيوعدها إنها تفتكر كل حاجة، وإن الموضوع هيبقى صعب عليها فعلا في الأول، بس هيجي اليوم اللي تفتكر فيه. بتبقى نفسها قاعدة في أوضتها القديمة بحزن، لحد ما كنان بيروح يشوفها من الشباك زي ما كان بيجي لمريم زمان، ويجيب لها الآيس كريم اللي هي بتحبه، وبيحاول يطمنها إنها تبقى كويسة وإنه هيرجعها تعيش معاه بسرعة. وبيحضنها علشان يمشي قبل ما حد يشوفه، وبتدخل نفس تاكل الآيس كريم بتاعها، لكن زوجة راشد بتشوفها وبتاخده منها علشان تاكله هي. بتكلم نورشاه حد من زمايلها علشان تاخد رأيه في القضية وتلاقي حل ترجع بيه نفس لكنان. بيجهز أورهان وحراء علشان يرجعوا للبيت، بيلاقوا عفيفة بتكلمه علشان تطمن هيرجع امتى. فبيقول لها ان هم جايين في الطريق، ولما بتقفل معاه بتتكلم مع إيدا وبتقول لها إنها مقدرة وجودها بس مش حباها تتأذى كل ما تشوف حراء وأورهان مع بعض. بيكون قصدها إنها تمشي، لكن إيدا بتحاول تبان شخص كويس وبتقول لها إنها تتحمل أي حاجة علشان خاطر علي، لكنها بتبقى بتعمل كده علشان حراء ما تكسبش قدامها وتاخد منها أورهان تاني مش أكتر. بتبقى جونجا واقفة بتتكلم مع هيلسا عن القصر، وبتقول لها إن وجود حراء بقى عامل اختلاف كبير جدا في البيت. وبتحكي لها عن حراء وأورهان زمان وقد إيه علاقتهم كانت جميلة مع بعض. وبيجي موسى يدخل حاجات، فبتحكي لها إن هو كان خاطب بنت بيحبها جدا وجي علشان يجمع فلوس جوازه منها، لكن والدها بعد وفاة حراء بوقت مش كبير كلمه واكتشف إن هو جوزها لشخص تاني غيره. وبتزعل جونجا جدا على موسى وعلى اللي مر بيه. بيبقى كنان راجع لمكتبه وهو مش طايق نفسه، فبتروح نورشاه توقفه وبتقوله إنها كلمت شخص معروف جدا في قضايا الأطفال ودايما بيكسبها، بتقترح عليه يساعده علشان يرجع نفس. فبيقول لها كنان إن هي اللي سلمت نفس الراشد بإيديها خلاص، وإنه مش عايزها تعمل حاجة تاني، وهو هينقذ بنته من راشد بنفسه. بترجع حراء وإرهام بالليل، فبتدخل تطمن على علي، بتلاقي إيدا بتجهزه علشان ينام، فبتكمل هي مكانها وبتنيمه، بتوعده إن هما هيروحوا يخيموا سوا. بيبقى علي فرحان جدا وبيقول لإيدا بحماس إن هما هيخيموا. فبتروح إيدا تقعد جنبه وبتزرع في عقله إن حراء مش هتفتكرهم، وإنها ممكن في أي وقت تمشي تاني وتسيبهم برضه، وإنها دلوقتي مش مضمونة أو ما ينفعش يثق فيها لأنها أصلا مش فاكراه وصعب تفتكره. بيزعل علي جدا من كلامها، لكن هي مش بتبقى مهتمة بزعله على قد ما مهتمة بتدمير أي أمل في البيت لرجوع حراء تاني وبعدها عنهم. بترجع نورشاه تطلع لمكتب كنان علشان تتكلم معاه، وهي عايزاه يسامحها لأنها ما كانتش تعرف الحقيقة، لكن كنان بيبان إن هو مش عايز يتكلم معاها، وبتقوله إنها ما بقتش محامية راشد وعايزة تعوضه هو ونفسه عن الغلط اللي هي عملته وترجعها تاني ليه. بتبقى مشاعرها صادقة جدا، فبيقوم كنان بعصبية يقول لها إن في بعض الأخطاء مش بتطلع ولا بنعرف نعوض عنها، بيطردها من المكتب. بيجي الأورهان مكالمة علشان الشغل بتاعه، وبيبقى مضطر يروح المصنع يشوف الشغل،
فبتقلق حراء عليه أو بتبقى مش عايزاه يسيبها، فبيقرر أورهان يشوف الشغل في مكتبه علشان ما يسيبهاش. أو بتفرح حراء جدا لأنه مش هيخرج. أو بتطلع أوضتها وبتبقى إيدا بتتصنت عليهم من ورا الباب وهي بتحقد جدا عليهم ونفسها ترجع حراء للموت في أسرع وقت. بتقابل حراء موسى على السلم وبيفضل يسألها لو كان شفاف علشان ما شافتوش ولا بتكلمه، فبتعتذر له حراء وبيفضل يتكلم معاها وبيقول لها إن هو مبسوط جدا إنها رجعت لحياتها ومتحمس إنها ترجع تفتكره ويحكي لها كل اللي مر بيه. أو بيسيبها علشان تطلع ترتاح، ولما بينزل بيلاقي إيدا ماشية فبيقف يسلم عليها أو بيروح يجيب لها العربية بتاعتها قدام الباب. أما حراء فقبل ما بتدخل بتشوف عفيفة قدامها وكالعادة بتفضل بصلها بنظرات مخيفة وقاسية جدا وبتمشي من غير ما تتكلم معاها. بتدخل حراء الأوضة وبتبقى عايزة تعرف سبب كره عفيفة ليها وبتبقى عايزة تروح تتكلم معاها علشان تفهم سبب كرهها وغضبها منها. فبتفتكر أورهان لما قال لها إن مع الوقت هتبدأ تفهم كل حاجة وإن هما مروا بذكريات صعبة جدا مع بعض. فبتدخل تغير هدومها وبتفضل تمسك الهدوم اللي كانوا لابسينها يوم الرحلة وهي بتفتكر ذكريات مشوشة عن اليوم ده ونفسها تفتكره كله. أما نورشاه بتبقى رايحة جاية في مكتبها قلقانة أو بتفكر هتعمل إيه، وبتقف تبص لمكتب كنان أو بتقرر تطلع له تاني برغم كل اللي هو عمله معاها لأنها عايزة تلاقي معاه حل علشان ينقذوا بيه نفس. بتخرج حراء للأوضة بعد ما بتغير هدومها علشان تنام وبتقعد تستنى أورهان لحد ما بيطلع لها. أو بيفضل أورهان باصص لها بحب وهو بيرحب بيها في بيته أو في أوضته أو في قلبه من جديد. تفتكروا حراء هترجع تثق فيه تاني لو افتكرت التعذيب اللي هو كان بيعذبه لها؟ وإيه رد فعل كنان لما نورشاه تطلع له للمرة التالتة علشان تتكلم معاه وهي السبب في كل اللي حصل؟ وهل هيقدروا ينقذوا نفسي من إيد راشد وزوجته ولا إيه اللي هيحصل بالظبط؟ كل ده وأكتر هنلاقيه في ملخصنا اللي جاي، فاستنونا. اكتبوا لنا توقعاتكم انتم في التعليقات ورأيكم ايه في أحداث ملخص النهاردة. أما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't